شيء بسيط وخلاص، يعني ما له داعي ابدا للبهارات. تمام. لكن انا عاد احب الفلفل فاحط الفلفل. هنا عندي ملعقه كبيره فلفل، طبعا الكميه حسب الرغبه. كزبره ناشفه ملعقه كبيره، كمون نص ملعقه كبيره فلفل اسود، ملح عادي وملح اندونوسي. ملح اندونوسي طحنته مره عشان يصير زي الدقيق ويمتزج النكهه بشكل مظبوط. يصير كذا خلطت المكونات مظبوط. وحبايبي شوفوا البهارات البسيطه اللي عندنا، نرش كذا الرش فوق الدجاج من جهتين طبعا، وحنتبله على خفيف كده، نمسج الدجاج على خفيف كده بس، يعني ما له داعي للحاجات الزيادة. شوفوا كيف من الجهة الثانية. شوفوا البهارات يعني جدا بسيطة، مكوناتها جدا بسيطة وسهلة. شوفوا زي كده. من الجهة الثانية نرجع. يا جمال الدجاج، يا حلاوة الدجاج. شوفوا زي كده يا دوب، يعني شغل سهل ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا جمال الدجاج والريحة تجنن من ذحينة. شوفوا كذا خلاص على الفرن. في ذا الوقت حبايبي انا سخنت الفرن، ذحين بوريكم طريقة شوي. طيب حبايبي شوفوا هنا عندي صينية الفرن. تمام. حطيت عشان الصينية عريضة فقمت حطيت الملعقة اللي هنا عشان يسوي دعامات. وهنا عندي الشبك. تمام حبايبي، بحطه كذا فوقه ونجيب دجاجتنا الجميلة نبدأ نرص في الشبك زي كذا. شوفوا بين الصينية والدجاج في مسافة. تمام. حيصير شوي مظبوط، ما حيصير على طريقة سلق. والجناح اللي فكينا لازم يفكه كده عشان يستوي، يدخل حرارة هنا. وحبايبي شوفوا زيت المبخر اللي سويناه قبل كده طب شوية معاكم. شوفوا حيعطي نكهة تبخير على الدجاج، نكهة شوي قصدي. تمام. زي كده ندهنه يوم يستوي الدجاج من جهة، يوم نقلب جهة ثانية برضو هدهن جهة ثانية شوية. تمام. زي كده خلاص. الحين يا حبايبي بدخل في الفرن مسخن مسبقا. تمام. النار مرة عالي ومن فوق ومن تحت. شوفوا حبايبي حطيته في الفرن، والحين بحط في الصينية شوية موية. تمام. عشان يعطيه رطوبة على الدجاج. وغير كذا نار اللي تحت شغال. اذا ما في سوائل حيسوي ايش ريحة وايش اسمه، ينحرق يعني الصينية مع السوائل اللي يطلع منها.